الفكرة صغيرة لرئاسة الوزراء وصلتني من أحد الأخوة من سكنة الكرادة التي ما زالت الصبات تغلق زقاقهم بسبب مشاجرة حدثت، يعني مو بسبب خرقهم، لا، مشاجرة حدثت بسبب بطل اللبن، ولأن المحروس ابنه يشتغل برئاسة الوزراء سد الزقاق بحاجز كونكريتي لم يرفع حتى الآن بالرغم من صدور قرار من السيد رئيس الوزراء نور المالكي برفع الحواجز من كافة المناطق. وما أدري هذا البطل اللبن شنو، لبن مال عصفورة، ما أدري مال ايش، يعني على مود بطل اللبن سد الشارع، هسه الناس كلها دايخة ومنين تطلع منين تجي، على مود والله شنو الأخ يشتغل برئاسة الوزراء والله وتعارك ويا جيرانه على بطل لبن، هم زين ما تعرف على بطل عرق، يمكن كان صارت بالبطالة بيناتهم. المهم خليها للخاتمة. خلينا نرجع لاسبوعنا اللي يريد تخصيص بضع حلقات منه حول حملة عروس الدجيلة التي عرضت قناة الفيحاء ليلة أمس اعترافات أحد البهايم البشرية، يعني بهيمة وبشرية، واللي تتسمى بالإنسانية، وهو حكمة فاضل إبراهيم الجبوري. حكمة فاضل شلون اسم، الموظف في الFBS الذي يعمل في حماية مدرسة ثانوية للبنات منذ عام 2003 حتى الآن في وزارة التربية. طبعا قبل أن نبدأ بدي أن أشد على يد دكتور محمد الطائي وعلى الفيحاء اللي تنفرد حقيقة بنشر صورة المشهد العراقي بصورة واضحة للجمهور عن هذه العصابات الطائفية بعيدا عن أي فكر حزبي أو مسيس. وإحنا هسه نحكي تحت خيمة الفيحاء وتحت نصب الحرية، احنا نريد الصورة الحقيقية اللي تريد اغلب القنوات تتكتم عليها، وما شاء الله القنوات كلها تتكلم باسم الحرية والديمقراطية والشفافية ودم المواطن وكرامة المواطن، بس تتجاهل هاي القضية. والا وين الشرقية، وين البابلية، وين الباقيات؟ لان القنوات اللي تتحدث بتظاهرات 25 شباط ومؤتمراتها التي لا تعقد سوى بتركيا. ليش بتركيا؟ والله ما ادري، يمكن الناشطات هناك يحبن مهند وآل مهند، اللهم صل على محمد وآل محمد، ما نقول غير شيء. المهم اليوم جريدة الصباح قالوا اليوم يطلق سراح معتقلي ساحة التحرير الأربعة. طبعا يعني بالعافية عليهم ان يطلعون، اذا متظاهرين سلميين فهاي ضرر يعني لحقتها الأجهزة الأمنية بهم، لأنهم فقط يتكلمون بصوت عالي ويمارسون ديمقراطية. أما إن كانوا صحيح مزورين فلازم تتخذ اجراءات التزوير بحقهم، واذا كانوا مو مزورين فبالمناسبه ذولا لهم حق اقامه الشكوى على عمليات بغداد، لان اتهموهم ظلم وشوهوا سمعتهم انهم مزورين. يعني احنا نحكي لنا ولا علينا، ما عندنا لحيه مسرحه ويا واحد. المهم خلينا نرجع على قضيه الاعترافات. انا وقفتني قضيه، ليش كلمه الاعترافات بالعالم كلها تعني المذكرات العاطفيه الاجتماعية، المكاشفات، حتى توصل مراحل التجارب الجنسية للشخص، بس من توصل للعراق سبحان الله تنقلب، تصير كلها اعترافات ذبح وصلخ واغتصاب وانتهاك أعراض وما تدري، قطع أعناق وقطع أرزاق. يعني خلينا نعترف أمام الناس أنه الآن البعث أصبح عبارة عن مزبلة يضع الجميع نفايته فيها. البعث الآن حقيقة أشبه بذيب يوسف الكمش، بسيط. بس والله ترى عندنا جماعات حتى البعث بكل إجرامه يوقف أشبه أمامها بعذراء داخل شرنقة. أتذكر بعذراء داخل شرنقة ولهم امتحانات يمكن بس لا مال علوم. خلينا نعوف زبالة البعث ونجي على الجريمة اللي راح ضحيتها حفل زفاف من قضاء الدجيل صادف مروره بالتاجي، فتم اقتياده إلى عشيرة الفلاحات. هاي العشيرة شلون راح هسه توخر هذا العار اللي لحقها من وراء ذول المجاهدين الشرفاء مالتها، ليتم ارتكاب صفحة من صفحات الجريمة الحيوانية بكل ما للحيوانية وللبهيمية من معنى. الجيش الإسلامي الذي أرهبوا به فقراء العراقيين تبين أخير وبالدليل الملموس أنه جيش من القتلة والمغتصبين في بيت الله. من جرأ هؤلاء النكسين على تدنيس بيت من بيوت الله وأن يتحول بيت الله على ما شاء الله على ذمة هذا الجيش الإسلامي إلى ماخور للقوادة ولمدة 8 أيام لممارسة الاغتصاب، ويشترك الأب مع ابنه بكل دناءة، والكارثة أنهم يصلون ويعودون لاغتصاب النساء. ما أدري ذول يضحكون على نفسهم، الله سبحانه وتعالى شنو يعني دا ياخذهم على قد عقلهم يمهل ولا يهمل، لكن حقيقة يعني ذول شو مفكرين أن الله سبحانه وتعالى ما يعرف؟ يعني هذا شرك بالله سبحانه وتعالى. اذا واحد ينسب الجهل لله سبحانه وتعالى وان ذولا يقتلون ويغتصبون، والله شنو لان ذولا شيعة،
هاي والله كارثة كبرى. لا انه بيقول يجوا 3 من مدينة الصدر وقتلناهم، فتحنا النار عليهم وانه حرقناهم وفجرناهم. يا بليش ذولا ضد العملية السياسية، ضد حارث الضاري وابنه مثنى، ذول اللي ذبحوا وقتلوا الناس. غير تفهمونه شو مسوين؟ الفقر جابهم وخلاهم يجيبون غاز من يمكم، ابتلوا. يعني ليش؟ والله العلي العظيم مو كارثه كبرى؟ مو هاي هذول النماذج البهايم اللي راد يسوون حرب طائفيه بين العراقيين ككل، مو بين بس الشيعه والشيعه والسنه والسنه، بين الشيعه والسنه، وتعلق للضالين على مود والله شنو الزرقاوي، على مود المشتعل بصفحته هو وبن لادن، والله على مود ترتاح قبورهم. الحمد لله حتى بن لادن قبر ماله، حتى الارض نفته مثل العباسيين ولا تلقى لهم قبر. ما ادري يعني هذا الكم الكبير من المجرمين والنوب اسمهم عراقيين يقتلون كم كبير ايضا من العراقيين الذين خرجوا من فرحه الى قبر مائي مجهول واصبحوا فيما بعد طعما للاسماك في دجله. القاتل الاكبر امام جامع ام شيطان مأبون يشبه ابو تبارك الذي كان عباره عن مبولة للمجاهدين اللي يصلون خلفه. وفوق هذا انا كتبت احدى المرات قلت ابصر شيخا سلفيا ساجدا وهو يتلو انا فتحنا، وخلفه يقف شيخ سلفي وهو يتلو انا انزلناه، ويبقى الساجد اماما والواقف مأموما ولا ذبيحه سوى اولاد الخايبه. ودائما بس الاولاد الخايبه هم المذبوحين. ولا هل من معقول انه مرور السنوات، خلينا نسال انفسنا ونسال حكومتنا الفايخه الدايخه، يعني معقول اذا تمر هاي ال8 سنوات يعني تلغي ثمن القصاص من هؤلاء؟ والله ليش؟ باسم المصالحة الوطنية راح يتبرأ هؤلاء البهايم من جرائم الذبح والقتل الطائفي والمناطقي ليعودوا إلينا وبراءة الأطفال في عينيهم وكأنهم لم يعملوا شيئا. هل المصالحة الوطنية تجعل الحكومة في حل من تنفيذ القصاص من هؤلاء؟ وين راحت آيات القرآن؟ ما شاء الله من يصعدون على الاستياجات مال الخطابة يطلعوا لك ولا الشيخ الوائلي. الآية القرآنية تقول ومن بسم الله الرحمن الرحيم ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. ربما الحكومة الآن شو تقول؟ فلا يسرف في الطلب انه كان مخذولا ومهزوما ومشعولا، لانهم بكل بساطة ما يستطيعون القصاص من القتلة. ليش؟ لأن من يمثلهم شريك وعظمة ثور بزردوم الحكومة بحكومة الشراكة الوطنية. وعين عينك، يعني لا تتصوروها ترى عيب، لا والله عين عينك. هاك تفضلوا القاضي منير حداد يقول كل من ساهم بإعدام المقبور صدام أقصي من منصبه. ليش أقصي؟ باسمها الله هاي الشراكة. أنا حصلت على انتخابات والبعث راح يرجع، نبشركم يعني مو بالمناسبة، البعث راح يرجع يمكن حتى لو باسم تيار ديني، باسم أي شيء لازم، لكن حقيقة روح البعث راح ترجع للعراق. ما أدري يعني حكومة الشراكة صارت حكومة الشراكة مال تخاذل بالتنازل عن الدم العراقي من أجل عيون حمد اللي نهبت، ويمكن ذبحي راح ينكتر من مكانها. طبعا وطز من يقول ان الدم العراقي له ثمن غالي. السيد رئيس الوزراء البارحة أشار انه ليس من المقبول ان سياسيين مشتركين بالعملية السياسية يكونون السبب في خرابها، والتي من آثارها نقص الخدمات وفقدان الأمن. وهذا ما نهوس به من الصبح لليل احنا وما حد يسمعنا ولا حد يقول. خلينا ناخذ حجي كامل من الديوانية. حجي كامل. السلام عليكم. وعليكم السلام حجي. حياك الله وحيا هاي الفضائية اللي تحكي لسان حال الناس الفقراء والمساكين. احنا نقول ماشي ونتكلم رحمة الله على روح عبود الكرخي. نعم. انا ابكي هسه من اسمع. نعم. اقول ذبيت روحه على الجرش وادري الجرش ياذيها. ذبيت روحه على الجرش وادري الجرش ياذيها، والله لكسر المجرشة وانعر روح ابو راعيها. كافي 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 خنوع، كافي تتقتل الرجال، كافي تتقتل العوائل. من هو؟ من هو؟ من هو؟ من؟ احنا حكومة عراقية لازم نكون احنا نتوحد وننبذ هاي القضايا اللي هي غير مرغوبة للشعب العراقي. انه كافي بس. وهواية حكينا هواية حقنا ذبيحة ورجال تحتاجه باثنين. البيحمة ورجال تحتاجه باثنين، تحتاجه يوم الضيج وبسطرة البين. وين هذا؟ بيا كتر. حج كامل. نعم. انت مثل القطار السريع، اذا ما واحد ما يدزمك ترى تروح فين؟ تروح على الترابي. هسه انت شنو رايك ان نطالب الحكومه بالقصاص من هؤلاء
وان يعدموهم امام الناس او بالتلفزيون، لكن حقيقه على مود يريحون قلوب الناس اللي انكتوا اهاليتهم. شنو رايك؟ انا رايي ايه؟ انا رايي يا استاذ، رايي غير سيد رايي انا هذا البسيط. نعم. والله لحرقه هو وعشيرته من الصاف وين مسماته؟ ليش يخون الوطن ويقتل الناس الابرياء؟ لان احنا محروق ضمننا حتى على هذول اللي ماتوا بالفجار في تكريس ما بمكان اخواننا. لكن احنا نريد نلم شر العراق. اجب واستنكر هذا العمل بالجامعه. لماذا احنا ما نتاخر؟ اقول انا اطلع على ابو الواش وجده وحضرنا ما مشى بدربه وجده سويت عنا نور مكه وجده لقيته بحضرموت يخوم عليه. لماذا هاي الخربطه؟ شكرا حاج كامل، شكرا بارك الله بك. ذكرتنا بعبود الكرخي يقول والله لكسر المجرشه وانحر على الفلوجه، الحلوه الصحيحه كاسده وصار الوقت للعوجه. صدق 35 سنه صار للعوجه، كانما الرجل يستقرأ الموضوع، هو قال عوجه بس ما يدري انه العوجه راح تشتغل. بالمناسبه احنا البارحه اكو خبر انه حركه الوفاق صدرت بيان برأت به الدكتور العلاوي من علاقته بهذا المجرم فراس الجبوري. طبعا بالمناسبه احنا قبل الوفاق احنا حكينا على هذا المنبر البسيط انه قلنا السيد علاوي ما عنده علم الغيب على مود يعلم انه هذا مجرم او غير مجرم. ما معقوله يعلم انه قاتل هيك وسوي هيك ويتصور انه يرضى عليه حتى لو كان ضد العمليه السياسيه باكملها، لكن كان رئيس وزراء ويعرف معنى السلطه. لكن هاي وخرها خليها على صفحه. بس احنا من حكينا قبل ودافعنا بقناه الفرات وقلنا يابا السيد السيستاني ترى ما يدري بمناف الناجي. قالوا لا شلون مو هذا رأس الحوزة العلمية ويجب أن تفلش الحوزة العلمية لأن مناف الناجي بيها. زين هسه مو نفس المنطق، هم البعثية كانوا حكوا ضدي، هسه ليش يلا خلي يقدرون يحكون ضد الدكتور العلاوي. بس الكارثة الكبرى احنا موضوعيين وما يهمنا هذول الزباله يحجون لو ما يحجون مو قضيتي، يعني ما يهمنا هذا منها الطب ومنها تطلع على قولة صاحبنا اللي يقول الله خلق ثانيا وحده تعلم الطب والحكايه ومنها الحكي الزايد والما ينفع الناس لا ينكت في الارض، زبد ياتي به البحر من كل مكان. لكن القضيه احنا دافعنا على الدكتور اياد علاوي في وقت اكو كثير من الهجومات على الدكتور اياد علاوي بقضيه باطله، لان الرجل يعني مو الا انه ماخذ صوره وياه انه يعرف شكو ماكو. كثير من الناس هم قاعدين يم سياسيين وقم علماء هم مجرمين حقهم، يعني الله يعلم الغيب هو ما يعلم الغيب. يعني من قلنا السيد السيستاني ما يدري مناف الناجي قلبوا الدنيا علينا قلب ورادوا فقط يسقطون الشيعه عن قضيه فاسق واحد طلع من هاي القضيه. لكن هي كارثه كبرى، يعني هم بعثيه تحكي حسنا ملص عباس بيزن. خلينا نرجع، هذول عراقيين وبالسلطه يقتلون وبالسلاح الحكومي وياخذون الرواتب الحكوميه. الان اختلط الحابل بالنابل. ابو ذيبه المصري قواد مصري ياتي الى العراق ليصبح 25 بهيمه في قريه الفلاحات بيده يعملون بامره وفتوى في اذكاء الفتنه الطائفيه. يقلدون مصر الفتوى التي تبيح قتل الشيعة لأنه بنظر أبو صخلة المصري أنهم كفرة، وهذا ما شاء الله يأخذ ملايين الشيعة من يأخذون الفتوى مرجحا. وسيد السيستاني الله يطول عمره فإنهم جهلة وكفرة. طبعا بالمناسبة هذا متأتي كله من الفكر السلفي اللي إجانا من الملك عبد الله وجماعته من فتاوى بن جبرين وابن عثيمين وابن نعلين ومنها المال حمل جمال. ابتلينا العراقيين من ابن ومن ابن. زين هذا ذا ابن راد يكفر الشيعة، زين ابوه ايش راح يسوي؟ هذا ابن جبرين يريد يكفر الملايين، لعد ابو جبرين ايش راح يسوي ما تدري. البعث يا ساده يا كرام خرج من الباب وسيعود من الشباك بوجود